جه الوقت اللي نفتح الملف اللي بيتجنبوه ناس كتير. هل المصريين فعلا عرب ولا احنا لينا جذور اعمق وتاريخ اقدم من العروبة نفسها؟ كذبة اتزرعت في المناهج والاعلام وحتى عقولنا. انت عربي واجدادك كانوا وثنيين، وحضارتك اللي فرحان بيها وبتفتخر بيها قوي حضارة كافرة. ولكن الحقيقة ان حضارة مصر ما كانتش بس عظيمة، دي كانت حضارة مؤمنة وموحدة ومميزة بهويتها الخاصة وباللغة والاثار والعقيدة. الغريب ان في ناس بتتخلى عن مصريتها بكل بساطة علشان شايفين ان اجدادهم القدماء كانوا وثنيين، ويقول لك انا عربي اصل المصريين كانوا بيعبدوا اصنام وتماثيل. اللي يضحك بقى ان الناس اللي بيتهموا القدماء المصريين بالوثنية مش واخدين بالهم ان الوثنية الحقيقية كانت منتشرة في بلاد البدو والصحراء عند العرب نفسهم. قبل الاسلام جزيرة العرب كانت مليانة اصنام، اللات والعزى ومناة وهبل، وكانت لكل قبيلة اله، واي حجر ممكن يتحول لمعبود. ومنهم اللي كانوا بيعبدوا النار والشجر والنجوم، والتماثيل كانت اوقات بتتعمل من العجوة، ولو جاع ياكلها عادي. الكلام ده مش مقصود بيه اي اساءة، احنا بنظهر الحقيقة اللي فيه ايادي خفية بتتعمد تغيبها وتخفيها. على الجانب التاني المصريين القدماء كانوا بيعبدوا اله واحد فوق الكل، والمصري القديم كان بيشوف في قوة الطبيعة قوة الاله الاعلى، وامنوا بالحساب والعقاب والحياة بعد الموت. وفي متون الأهرام مكتوب الإله واحد سيد الكائنات الأزلي، الإله واحد رب السماء ورب الأرض، الإله واحد خالق الأشياء بقدرته، الإله واحد عظيم أبدي يسمع الدعاء، أنت الإله الواحد الذي لا ند له. وفي هرم أناس بنلاقي مكتوب في غرفة الدفن الإله الواحد رب السماء ورب الأرض. وفي تل العمارنة في مقبرة آي مكتوب أنت الواحد الذي لا مثيل له ولا ند له. كل النصوص الدينية بتدل على التوحيد، وإن الإله واحد يعرف بأسماء كثيرة. وفي الحضارة المصرية السماء كانت متصلة بالأرض قبل ما يفصلهم الإله، وربنا بيقول في كتابه الكريم في سورة الأنبياء: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ومعنى رتقا ففتقناهما، الرتق في اللغة يعني الانسداد والالتحام، يعني الأرض والسماء كانوا متصلين وملتحمين ببعض ففتقناهما، والفتق هو الفصل والفتح، يعني شققناهم وفصلناهم عن بعض. وكمان عرفوا ان الانسان خلق من صلصال على عجلة الفخار، وربنا عز وجل بيقول في سورة الرحمن: خلق الانسان من صلصال كالفخار. والكتاب المقدس عندهم اللي احنا عرفناه باسم كتاب الموتى هو اصلا اسمه مش كتاب الموتى، ولكن السبب في الاسم ده ان العلماء الاوروبيين لقوا البرديات الخاصة بالكتاب في المقابر بجانب المومياوات فأطلقوا عليه كتاب الموتى، ولكن هو في الأصل اسمه بيرت إمهيرو بمعنى الخروج للنهار. ومعروف إن آيات ربنا هي اللي بتخرج الناس من الظلمات للنور. وفي الحضارة المصرية قبل خلق الكون كان موجود الماء الأزلي، وربنا عز وجل بيقول في سورة الأنبياء: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وكمان في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. والماء الأزلي في مصر القديمة كان اسمه نون. وفي سورة القلم ربنا سبحانه وتعالى بيقسم وبيقول: نون والقلم وما يسطرون. المفسرين قالوا إن حرف نون من الحروف المقطعة، والله أعلم بمراده. وبعض المفسرين قالوا إن نون هو حوت عظيم بيحمل الأرض، ودي رواية إسرائيلية، ولكن المقصود بنون هو الماء الأزلي، يعني ربنا بيقسم بالماء لأنه خلق منه كل شيء. الحضارة المصرية أمنت بالبعث والحساب والجنة والنار، والقلب كان هو مقياس صلاح الإنسان. ومذكور في القرآن الكريم: إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب في محكمة الموتى كان بيتوزن على الميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفي نهاية الآية: وكفى بنا حاسبين، بيرمز لها بتحوت اللي واقف في الصورة بالقلم والدفاتر علشان يسجل الأعمال ونتائج الميزان. وكان عندهم جنة ونار. النار كانت عبارة عن بحيرة أو حفرة نارية محاطة بسور من كل الجوانب، وفي كل جانب من الجوانب موجود حارس قوي. وفي سورة التحريم قال تعالى:
والغريب انهم سموها سجي او سجت، واتذكرت في سورة الفيل ترميهم بحجارة من سجيل. أما الصالحين فكان ليهم جنة اليارو أو الإيارو، ورسموها عبارة عن جنة تجري من تحتها الأنهار وفيها عيون مية. وفي سورة الذاريات قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، وبياكل في الجنة كل ما تشتهيه نفسه، والروح بتعيش فيها في سلام ومن غير تعب. وفي صور للجنة بتوصف إن لكل شخص الحقل الخاص بيه وبيزرعه، والزراعة في اليارو من غير تعب ولا مجهود، ولكن للمتعة والراحة. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. أعتقد مفيش أوضح من كده. كل النصوص والمعتقدات بتأكد إنهم كانوا موحدين وعلى الإسلام. وبالنسبة للناس اللي معتقدين إن أجدادهم كانوا وثنيين وبيتبرأوا منهم، قبل ما تنكر أصلك افهموا. ودلوقتي هنسأل السؤال اللي مش كل الناس عندها استعداد تجاوب عليه: هل إحنا فعلا عرب؟ في البداية لازم نعرف إن الدين ملوش علاقة بالهوية. على سبيل المثال بلاد الشام اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين، هنلاقي لبنان أصلهم فينيقيين، وسوريا أراميين، وفلسطين أصلهم الأساسي كنعاني، والعراق أصلهم أشوري، والمغرب والجزائر أمازيغ، وإحنا مصريين من نسل القدماء المصريين. كل الدول دي مسلمين، ومش لازم عشان تكون مسلم إنك تكون عربي. طيب ما إيران وتركيا وإندونيسيا وماليزيا كل دي دول مسلمة وما قالوش على نفسهم عرب. يبقى الهوية مش بالدين ولكن بالأرض. ومصر بعد الفتح الإسلامي ده ما غيرش شيء من كونها دولة مصرية، لأن مصر بعد دخول الرومان ما بقتش رومانية، ولا بعد دخول اليونان بقت يونانية. فضلت مصر هي مصر. التغيير كان بيبقى في الحكام والدول، ولكن طبيعة الشعب المصري ما اتغيرتش. بالعكس، ده الغزاة هم اللي كانوا بيتمصروا. أما بالنسبة للدراسات اللي اتعملت على جينات المصريين، فالدراسة أكدت إن 70% من جينات المصريين بترجع لشعوب شمال أفريقيا، وحوالي 4% بترجع لأوروبا وشرق البحر المتوسط، و3% من شرق أفريقيا، ونسبة 17% بترجع لأصول عربية. والنسبة دي موجودة في البدو والقبائل العربية اللي دخلت مصر عن طريق الهجرات العربية، وفي الغالب بيتجوزوا من بعض. يعني حتى الصعيد مفيش فيه عرب، كلهم جيناتهم مصرية. يعني جينيا انت مصري مش عربي. ومن الناحية الدينية فالشيخ أحمد كريمة قال إنه أرسل الجهات المسؤولة مشروع القومية المصرية، وإن إحنا مش عرب ومصر مش عربية. وبرغم إن الرواية المعروفة عن أبناء سيدنا نوح هي رواية من الإسرائيليات، وهو إن سيدنا نوح كان ليه 4 أبناء: سام وحام ويافس وكنعان، إلى إن الرواية دي برضو بتأكد إننا مش عرب. سام ابن سيدنا نوح هو أبو العرب، والعرب وبني إسرائيل من ذرية سام، يعني هم ولاد عم. ويافس ذريته الأوروبيين الشقر والدول الآسيوية زي الصين. وكنعان ده اللي غرق في الطوفان. أما حام هو أبو المصرية القديمة وباقي أفريقيا والأمازيغ. يعني حتى في الرواية الإسرائيلية مصر مش عربية ولا بتنتمي للسامية. والمؤرخين العرب كانوا بيقولوا عن مصر خير العجم، ويجي بعض المصريين مصرين ومصممين إنهم عرب. انت مش عربي، انت مصري، وافتخر بمصريتك. دول كتير وحركات خبيثة بتحاول تسرق هويتك وحضارتك، لأنهم فاهمين قيمتها وأهميتها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش السبسكرايب واللايك.